اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل أحلى عيش شمسي سهل، بطريقة حلوة كده أي ست تقدر تعمله. مش قصة ولا موضوع كبير يعني العيش الشمسي ده. يعني دي شطارة الست انها تعرف تعمل العيش. بنحضر 2 كيلو دقيق، 3 كيلو، 4 كيلو، طبعا ما انت بتحبي تعملي. عندي اهو ما هو الحلة هعجن فيها، حطيت فيها كمية بسيطة من المية، وبفضي عليها كيسين الخميرة البيرة دول، لان انا الكمية اللي هعملها في حدود 3 4 كيلو. وبحط ذرة الملح وبقلبهم كويس خالص خالص كده، وابدأ بعد كده اضيف الدقيق على المية. الكمية اللي انا محتاجاها اللي هستخدمها في الخبيز بضيفها كلها مرة واحدة، وابدأ بعد كده اقلب بالراحة كده في الاول الدقيق، واشرب المية فيه. ما احطش مية وخلاص، كل ما اشرب كمية بالراحة ابدأ اضيف كمية تاني لحد ما بجيب ملمس العجين. هنا ضفت معلقة محسن خبز، ده ما فيهوش اي خطورة على فكرة، لان هو مكوناته فيها كربونات وفيها بيكنج باودر وحاجات زي كده. وابدا انعم في العجينه خالص كده، واديها الحركه دي بتدخل لي هوا للعجينه. بعجن خالص واشرب الميه خالص فيه. مش عجينته مش يابسه، عجينته ولا ناعمه طريه خالص ولا ناشفه خالص، يعني انا اتحكم فيها كده في المسكه. وهنا خلاص انهيت كده العجينه، وبسويها وشها بالميه، وبغطيها وبسيبها حوالي ساعه لحد ما تخمر. بقى قبل ما تخمر العجينة، انا طبعا بجيب الحاجات اللي انا بقطع عليها اسمها دوار عندنا احنا في الصعيد. بنتفلها بالردة كده، بنملاها بالردة عشان هي اللي بنحط عليها العجين بتاع العيش الشمسي. بملاها كويس بالردة. ادي عندي العجينة ملت الحلة خالص اهي بعد ما خمرت. فايدة ان انا بسيبه يخمر كده بيخليه هش من جوه وناعم وخفيف جدا بعد ما بيستوي. ميبقاش عجينة كده تمسك الرغيف تجيل في ايدك ومن جوه كابس، لا ده هش من جوه هنشوفه في الآن. وادي انا بقطعه كده بايدي وبحطه على الدقيق، وبعد كده بروح مريحاه على المطرح، بخلي الجزء اللي انا حطيته في الدقيق هو اللي وشه من فوق لحد ما بخلص تقطيع العيش كله خالص، وابدأ اروح اسويه بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. بيبقى يعني ادوب سنتي كده. وهنا ادي خمر. بعد ما خمر بروح جلباه كده، بيبقى الجزء اللي فيه الردة هو من فوق والوش بتاعه هو اللي من تحت. واجيب عندي خل السنان او دبوس اعقمه كويس كده، وابدأ افتح في الجوانب بتاعت العيش، وابدأ ارصه في الفرن. بيبقى الفرن مسخناها قبليها بشوية يعني. وادي العيش طلع في منتهى الجمال. خفيف خالص، من جوه هش خالص. وما تنسوناش في اللايك والشير لقناتنا نانو مامتها.